هو ما جابش سيرتي، طب ما قالش حاجة على رأي أنغام ولا كان نفسه يقول حاجة. لو الأسئلة دي بتدور في دماغك بعد علاقة خلصت، فأنت هنا بتطمن على إيه؟ بتطمن على الشخص نفسه إنه جاب سيرتك وبتطمن إنه بقى كويس خلاص، ولا بتطمن على قيمتك عند الشخص ده؟ بتطمن ان انت لسه مرغوب وان انت لسه في باله. لو الاسئله دي بتيجي في بالك وبتبقى مهتم قوي بالاجابه، فانت هنا بتبقى عايز تعرف قيمتك من خلال غلاوتك عند الشخص ده، من خلال تصرفاته بعد ما العلاقه خلصت. يا ترى هيمشي ومش هيلتفت وراه ويبص عليا، ولا هيجيب سيرتي؟ طب مش هيرجع يحاول تاني؟ ودي من الافكار اللي بتيجي في بالك، انه طالما فلان نسيني وطالما فلان ما حاولش نرجع لبعض تاني يبقى انا قليل. الافكار اللي زي دي بتجرجرك في حته بعيده، بتقول ان انا ما كنتش مناسب، انا ما كنتش كفايه، ده ما صدق خلص مني، ده راح شاف حياته، وده بيخليني احس ان قيمتي قليله. فلو بتعدي بحاجه زي كده، او بتاخد قيمتك من اصرار الناس عليك بعد انتهاء العلاقه، فانت محتاج تشوف متخصص يساعدك عشان تعرف